هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 16 من ديسمبر. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف قراءة لمقال الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وهو تحت عنوان إثيوبيا بين استعادة التعايش وطموحات تقرير المصير. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. قوات الأمن الإثيوبية تقوم بحملة اعتقالات واسعة في أوساط اللاجئين الإريتريين الهاربين من الحرب. الصومال يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كينيا. المجمع الانتخابي الأمريكي يقر فوز الرئيس المنتخب جو بايدن كرئيس جديد للبلاد. أخيرا رئيس وزراء السودان يقول بأن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا وسهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية. قامت قوات الأمن الإثيوبية في كل من أديس أبابا وغوندر باعتقال المئات من الإريتريين الذين وصفتهم بالفارين من معسكرات اللاجئين في إقليم تيغراي، وبدأت في إعادتهم إلى الإقليم والذي قالت بأنه بدأ ينعم بالهدوء والاستقرار. وصاحبت هذه الحملات دعوات للاجئين بضرورة العودة إلى المعسكرات المحددة ومطالبة الموجودين في هذه المعسكرات بعدم مغادرتها تحت أي ظرف كان. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية قد أعربت عن قلقها البالغ حول وضع 100,000 لاجئ إريتري يعيشون في 4 معسكرات للاجئين في إقليم تيغراي، وذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية بدء العمليات العسكرية في 4 من الشهر الماضي. وكان مصدر القلق الأساسي هو المخاوف التي أكدها بعض اللاجئين الهاربين من دخول عناصر من الأمن الإريتري للمعسكرات طلبا لبعض الأشخاص. وقد أكدت مصادر هروب المئات من هؤلاء اللاجئين من معسكرات غرب تيغراي إلى السودان المجاور خوفا من اختطافهم وإعادتهم إلى إريتريا. في خطوة تلت التوتر القائم بين كل من مقديشو ونيروبي، أعلن وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي أمس بأن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، وذلك بسبب تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد كما قال. وأكد أن بلاده أمهلت الدبلوماسيين الكينيين في مقديشو أسبوعا واحدا لمغادرة البلاد. وكان الصومال قد اتهم كينيا بالتأثير على رئيس إقليم جوبالاند لتنفيذ مصالحها السياسية والاقتصادية، واعتبر البيان أن رئيس جوبالاند أحمد مدوبي تراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 من سبتمبر الماضي في مقديشو بشأن الانتخابات الصومالية المقبلة، وذلك استجابة لإملاءات نيروبي كما تقول مقديشو. ويشكل هذا التطور توترا جديدا في منطقة القرن الأفريقي، والتي شهدت مواجهات دامية بين القوات الإثيوبية وحكومة إقليم تيغراي لا زالت آثارها الإنسانية تتواصل حتى اليوم. صوت المجمع الانتخابي الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الحالي دونالد ترامب. والمجمع الانتخابي هو هيئة يعينها أو ينتخبها الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أجل انتخاب الرئيس بناء على أصوات كل ولاية. وأعضاء المجمع الانتخابي يمثلون ولاياتهم حسب حجمها، ويقوم رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي وهو نائب الرئيس في نفس الوقت بقراءة نتائج التصويت، وبذلك يكون الإجراء الرسمي للانتخابات قد انتهى. وكان الرئيس دونالد ترامب
قد قال في تصريح سابق بأنه وفي حال تصويت المجمع الانتخابي بفوز بايدن فإنه سيقبل بالنتيجة. ودعا الرئيس المنتخب بايدن إلى طي صفحة الانتخابات وبدء صفحة جديدة، وبهذا سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 من شهر يناير المقبل. قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي له يوم الاثنين الماضي أن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة. وقال حمدوك: كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار، ولكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، ولكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص هذا أمر غير مقبول. كما قال: لا يمكن أن تدار موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا أمر لا تنازل فيه. وقال أيضا أن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يكون للجمهور الاستثمار فيها. وصرح في ذات السياق: يصبح السؤال أنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟ فالكلام والقول أسهل من العمل. ويسيطر الجيش السوداني الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة. بهذا الخبر من الخرطوم، مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. قوات الأمن الإثيوبية تقوم بحملة اعتقالات واسعة في أوساط اللاجئين الإريتريين الهاربين من الحرب. الصومال يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كينيا. المجمع الانتخابي الأمريكي يقر بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن كرئيس جديد للبلاد. ورئيس وزراء السودان يقول بأن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول. المستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، كانت تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات. في هذه الحلقة سيداتي سادتي نتابع معكم المقال الذي كتبه الأستاذ الصحفي صلاح خليل من وحدة الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية. كتب مقالته تحت عنوان إثيوبيا بين استعادة التعايش وطموحات تقرير المصير. فأهلا ومرحبا بكم إلى متابعات من إرنا الدولية في باريس. هذه إذاعة إرنا. يستهل الأستاذ صلاح خليل من وحدة الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية. الصحفي صلاح خليل يستهل مقالته بقوله: دخلت المواجهة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شهرها الأول، ودخل الصراع على السلطة بينهما مرحلة تصعيد خطير، وهو الصراع الذي بدأ منذ صعود أبي أحمد للسلطة في عام 2018، حيث استمرت السياسات العدائية بين الجانبين واتخذ بعدا استراتيجيا وعرقيا، وهذا بدوره صب مزيدا من الزيت على النار، حيث وجدت فيه العرقيات الأخرى فرصة للتعبير عن هويتها ومطالبها، مثل قومية الأورومو وشعوب جنوب إثيوبيا التي تقف إلى صف التيغراي وتنتظر ما سيؤول إليه الصراع لتعلن عن مواقفها ونياتها. وتحت عنوان فرعي، أولا أبي أحمد وإدارة العلاقات مع الجماعات الإثنية، يقول الصحفي الأستاذ صلاح خليل
على عكس المتوقع، كان صعود أبي أحمد وتوليه رئاسة الوزراء في إثيوبيا مصدرا من مصادر الإخلال بالتوازن الهش الذي كان قائما في إثيوبيا، لأنه دفع بالصراع الداخلي خطوات إلى الأمام وأجج النيران التي كانت تحت الرماد. فمنذ أن تولى رئاسة الوزراء في إثيوبيا شهدت البلاد سلسلة من الاغتيالات السياسية والصراعات الإثنية تعرض فيها العديد من المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن للعنف الممنهج، وأدى إلى حالة نزوح جماعي بأكثر من 2 مليون تشردوا نتاج الصراعات الإثنية. إن تعامل حكومة أبي أحمد مع ظاهرة العنف بين القوميات ترتب عليه العديد من الأزمات، منذ المحاولة الأولى لاغتيال رئيس الوزراء في يونيو 2018، ثم مقتل مدير مشروع سد النهضة سيمنشونو بكالي، واغتيال رئيس إقليم أمهرة، واغتيال قائد الجيش في أديس أبابا وغيره من كبار قادة الإقليم، بالإضافة إلى اغتيال الموسيقي هاتشالو هونديسا، لا سيما العنف الموجه إثنيا. وبدلا من أن تعالج الحكومة الإثيوبية تلك الأزمات، ألقت باللوم على الانقسامات الإثنو قومية فيدرالية الإثنية، وأقرت الحكومة بأن الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا العنف هو تفكيك التسوية السياسية المتعددة القوميات. فانتقلت آلة الدعاية ومؤيدو حزب الازدهار الذي يتزعمه أبي أحمد إلى القضاء على مشروع الفيدرالية الإثنية متعدد القوميات، ذلك على الرغم من أنه يعلم جيدا أن هذا المشروع الفيدرالي يحظى بدعم وشعبية لدى العديد من القوميات الإثيوبية المهمشة، ومن ضمنهم قومية الأورومو ذات الأغلبية في البلاد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويقول الصحفي الأستاذ صلاح خليل في مقالته: ولا تزال مظاهر قوة الدولة في إثيوبيا واضحة، وربما هذه هي الرسالة الأساسية، وربما الاختبار الحقيقي لبقائها خلال المرحلة الصعبة الراهنة التي تمر بها في ظل قيادة أبي أحمد، والمتمثلة في العملية العسكرية لفرض السيطرة على إقليم تيغراي والقضاء على التمرد. فالدولة هنا تبدو حاضرة ممثلة في مؤسساتها القوية، ولا يبدو أن التمرد يتسع، أو أن هناك انقسامات داخلية واسعة قد تعصف باستقرار البلاد ككل، كما أن هناك تأييدا داخليا للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي، ويدعم هذا التحرك شعور عام بمخاطر تشجيع عملية التمرد في الإقليم، وهو ما قد يعصف ببقاء الدولة الإثيوبية التي تضرب بجذورها في التاريخ وفي العقل الجمعي الإثيوبي الذي لا يرغب في ذلك، لا سيما أن تجارب الانفصال في القارة وفي الجوار لم تكن تعطي مؤشرات إيجابية، فضلا عن أن الاتجاه نحو الحرب الأهلية هو خيار غير مرغوب به على المستوى الشعبي. ومن ثم فإن الحكومة المركزية تجد دعما شعبيا إلى حد ما، كما أن المؤسسات القوية ما تزال في قبضة الحكومة المركزية، وما تزال الدولة تبسط سلطتها على بقية الأقاليم. في عنوان فرعي آخر، استنزاف قدرات الدولة، يقول الصحفي الأستاذ صلاح خليل: لقد دخلت الحرب ضد تيغراي أسبوعها الرابع، ولكن خيار نهاية الحرب ليس خيارا سهلا، ومع استمرارها ستتحول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى حرب العصابات في مرتفعات إقليم تيغراي الوعرة ذات الطبيعة الخاصة التي تعطي ميزة لمقاتلي تيغراي في استخدام المدفعية من تلك المرتفعات، وأيضا مراقبة
جميع المحاور التي تتحرك فيها القوات الحكومية، مما يجعلهم صيدا سهلا لمدافعهم المرتكزة في الكهوف الجبلية، وهي عملية إنهاك السلطة المركزية، وهو نفس السيناريو الذي أسقطوا به نظام منجستو هايلي مريم على مدار العقود الثلاثة الماضية، إذ تعتبر مناطق الجبهة الشعبية في الإقليم مناطق عسكرية ممنوع الاقتراب منها. لذا عجزت الحكومة الإثيوبية عن الوصول للمخابئ والكهوف التي يستخدمونها، واستخدموها سابقا في إسقاط آخر حكومات الأباطرة في إثيوبيا. وبعد مذبحة منطقة ماي خضرا في تيغراي التي راح ضحاياها عشرات، خرجت الجبهة الشعبية من المدن كإجراء تكتيكي قديم استخدمته عندما كانت تقاتل حكومة منجستو بعد ارتكابها حملة تطهير عرقي ضد شعب تيغراي في مناطقهم. عسكريا ميزان القوة يميل بشكل واضح لصالح الجبهة الشعبية من حيث القطع العسكرية المتحركة كالمدافع والصواريخ والقوى البشرية. لكن في جانب آخر تعتمد الحكومة الإثيوبية استخدام سلاح الجو الإثيوبي حول الأهداف في مدينة مقلة ومحيطها دون تحديد ماهية الأهداف التي تم قصفها، لكنها خلفت دمارا وجرحى من المدنيين. وأصدرت الحكومة الإثيوبية قرار اتهام بحق 64 شخصا من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، من بينهم رتب من الجيش الفيدرالي ونخب أكاديمية تتعلق جميعها بالخيانة العظمى لانحيازهم ودعمهم لمقاتلي الجبهة الشعبية، على رأسهم الدكتور دبراتسيون جبر ميكائيل حاكم الإقليم، وسبحة نجا الأب الروحي للجبهة الشعبية ومنظرها الأكاديمي طوال هذه السنوات، وجيتاتشو ريدا الناطق الرسمي لحاكم الإقليم المتحدث العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وعضو البرلمان خيرية إبراهيم. إن العمليات العسكرية بين كل من الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تمثل تهديدا كبيرا لعدم تماسك الدولة في إثيوبيا والتعايش السلمي بين مكوناتها، وأيضا قد تمثل بداية نهاية لرؤية ومشروع أبي أحمد، إذ قد تستثمر الحرب بينها لسنوات طويلة بدون أن يحقق أي طرف فيها انتصارا ملموسا يجعله يفرض هيبته. هذه الحرب كما يرى الدكتور الأستاذ صلاح خليل حتما سوف تشجع القوميات الأخرى في الأقاليم الأخرى التي تعارض مشروع حزب الازدهار على حمل السلاح لتحقيق حق تقرير المصير بيدها في المستقبل، وتتحول الحرب إلى عملية استنزاف للجيش الحكومي، بينما يكون أبي أحمد قد تورط في حرب طويلة الأمد ومرهقة. ومن إقليم تيغراي سوف تنتقل الحرب إلى إقليم أمهرة ثم بني شنغول، وتكون بمثابة عدوى إلى بقية الأقاليم الأخرى. فحرب العصابات في مرتفعات شمال إثيوبيا ستنقل الصراع العرقي إلى الوسط والغرب بفضل الاشتباكات بين قوميتي بني شنغول جوموز الأمهرة، ومن ثم ينتقل إلى الوسط والجنوب والدخول في صراع عرقي ممتد بين جميع القوميات. هذه إذاعة إرنا. لازلتم سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج متابعات، وتتابعون مقالة كتبها الأستاذ الصحفي صلاح خليل من مؤسسة الأهرام المصرية. يقول هو يتناول الأحداث في إثيوبيا. في هذا السياق خاطبت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جميع القوميات وأمم وشعوب إثيوبيا، دعتهم للتحرك لإسقاط حكومة القوميين الأمهرة قبل أن يدركوا حلمهم بعودة الإمبراطورية مرة أخرى. في الوقت نفسه طالبت المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي تتم في حق عرقية التيغراي، وحذرت أيضا الشعب الإثيوبي من أن نجاح قومية الأمهرة في مخططهم يمثل استعداء
أو استدعاء للتاريخ، يمثل استدعاء التاريخ للشعوب الإثيوبية التي ذاقت ويلات حكم الأباطرة الأمهرة. وأشارت الجبهة الشعبية في خطابها إلى أن ما يحدث في إثيوبيا يمتد إلى شرق القرن الإفريقي، وأن ما يحدث الآن في إقليم تيغراي سيصنع إرهابا جديدا في المنطقة لن يسلم منه أحد. ثالثا، كما يقول الأستاذ صلاح خليل في مقالته الدولة بين البقاء والانهيار، يقول: تشير بعض المصادر الغربية إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتبعت في حربها الحالية مع حكومة أبي أحمد نفس الطرق التي ادحرت بها حكومة الجنرال منغستو هايلا ماريام، ذلك بإخلائها المدن لتفادي استهداف قوميتهم من عملية تطهير عرقي من قبل الحكومة الإثيوبية، كما حدث سابقا إبان فترة قتالهم ضد الجيش الإثيوبي في الثمانينيات. الأزمة الحالية في إقليم تيغراي تحدد بشكل كبير مصير ومستقبل الدولة الإثيوبية، ومن ثم إعادة تعريف نظامها السياسي وعملية إدارة الدولة، ومن ثم تظهر بشكل كبير أي تظهر هويتها المستقبلية، وهذا مبني على من سينتصر في هذه الحرب. وبالنظر إلى القوة العسكرية بين طرفي الأزمة يتضح تفوق كبير لحكومة أبي أحمد من خلال سلاح الدفاع الجوي والقوميين الأمهرة وميليشياتهم التي تشارك بقوات كبيرة في هذا الصراع الذي بدأ سياسيا أيديولوجيا إثنيا، ثم تحول إلى حرب المواجهة طويلة الأمد بين مشروع الفيدرالية الإثنية والوحدة الوطنية. وسوف تدفع الدولة الإثيوبية الثمن الباهظ الذي ترتب على تصارع النخب فيما بينها والانزلاق في نهاية المطاف إلى حافة الهاوية. هذا الانزلاق تترتب عليه بعض من المعطيات المعقدة والمركبة معا، وهي على النحو التالي: أولا، إذا انتصر مشروع حزب الازدهار حتما ستكون نتائجه كارثية على بعض المجموعات مثل الأورومو وبني شنغول والقوميات الصومالية والقوميات المهمشة في الجنوب، حيث يمكن أن يتم شن حرب تأديبية ضدهم بسبب عدم دعمهم لمشروع أبي أحمد، وهي فرصة كبيرة للقوميين الأمهرة في ممارسة عنف واسع النطاق ضد مؤيدي الفيدرالية الإثنية. ثانيا، إذا حققت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انتصارا ودخلت في مفاوضات مباشرة مع حكومة أبي أحمد، سواء كان عبر ضغوطات دولية مرتبطة بالإدارة الأمريكية الجديدة أو المجتمع الدولي، فهذا يعني فرصة كبيرة لصالح القوميات التي تتمسك بمشروع الإثنو قومية مقابل تضاؤل فرص الأمهرة الذين يطمعون في الانفراد مرة أخرى بالسلطة الكاملة. وفي كل الأحوال، كما يرى الأستاذ صلاح خليل، يبدو أن الدولة في إثيوبيا تمر بواحدة من أكثر أزماتها تعقيدا وصعوبة في ظل انخراط جميع الأطراف في مسار الصراع المسلح ورفض كافة محاولات الوساطة والتسوية السلمية، بل واستدعاء دعم خارجي من دول الجوار، وهو الوضع الذي ينذر بانعكاسات بالغة الخطورة على مستقبل الدولة الإثيوبية وعلى استقرار القرن الإفريقي ككل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام والمستمعات الفضليات، تابعتم حلقة جديدة في برنامج متابعات، وفيها قدمنا لكم المقالة التي كتبها الأستاذ الصحفي صلاح خليل من وحدة الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية، وقد جاء المقال تحت عنوان إثيوبيا بين استعادة التعايش وطموحات تقرير المصير. مع الشكر الجزيل لأستاذنا صلاح خليل، وشكرا لكم آنساتي سيداتي سادتي على المتابعة. وإذا كانت لكم آراء ومقالات في هذا الموضوع وغيره، راسلونا سيداتي سادتي على العنوان المعروف لديكم: إذاعة إرينا الدولية في باريس.
تحياتي لكم في التقديم محدثكم أحمد شريف، مقرونة بتحايا زميلي العزيزين فتحي عثمان وبنيام سيمؤون وباقي فريق العمل في إرنا الدولية من باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل نهاية فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. قوات الأمن الإثيوبية تقوم بحملة اعتقالات واسعة في أوساط اللاجئين الإريتريين الهاربين من الحرب. قامت قوات الأمن الإثيوبية في كل من أديس أبابا وغوندر باعتقال المئات من الإريتريين الذين وصفتهم بالفارين من معسكرات اللاجئين في إقليم تيغراي، وبدأت في إعادتهم إلى الإقليم، والذي قالت بأنه بدأ ينعم بالهدوء والاستقرار. وصاحبت هذه الحملات دعوات للاجئين بضرورة العودة إلى المعسكرات المحددة ومطالبة الموجودين في هذه المعسكرات بعدم مغادرتها تحت أي ظرف كان. الصومال يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كينيا. في خطوة تلت التوتر القائم بين كل من مقديشو ونيروبي، أعلن وزير الإعلام الصومالي عثمان دوبي أمس بأن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، وذلك بسبب تدخل كينيا السافر في الشؤون الداخلية للبلاد كما قال. وأكد أن بلاده أمهلت الدبلوماسيين الكينيين في مقديشو أسبوعا واحدا لمغادرة البلاد. صوت المجمع الانتخابي الأمريكي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك بحصوله على 306 أصوات مقابل 232 صوتا للرئيس الحالي دونالد ترامب. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في تصريح سابق بأنه وفي حال تصويت المجمع الانتخابي بفوز بايدن فإنه سيقبل بالنتيجة. رئيس الوزراء السوداني يقول بأن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي أن مشاركة الجيش في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وفي الختام وكالعادة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.